ايه ده بس بالسهوله دي؟ لا يا راجل خبيه وندور عليه تاني. خبيه. امال انت فاكر ايه؟ احنا تاهلنا كاس العالم، ودي حاجه المفروض ما تبقاش جديده على اي حد. يعني احنا بنلعب مع منتخبات ما فيش اصلا خالص. بس اللي عجبني بصراحه هو منتخب مصر ان هو ما افورش في الاحتفال. يعني ايه يا جدعان، مبسوط والله وتاهلنا والحمد لله. وده يعكس لك العقليه برضو اللي كان ايه اللي كابتن حسام حسن شغال عليها، ودي حاجه عامه انا بحترمها جدا. طبعا كابتن حسام حسن انا مش هتكلم عليه لان انا بالنسبه لي لسه ما شفتش منك حاجه. يعني ايه التصفيات دي؟ كان بنلعب فرق تعبانه والموضوع كان ايه في الملوم يعني. بس نتفرج عليك على شغل كوره كوره او افريقيا. وبرضه عامه في افريقيا انا مش هحكم عليك، لان انا بتمنى ان انت افريقيا سواء انت كسبتها او طلعت من المجموعات انا ما عنديش مشكله خالص انك تروح بينا كاس العالم. خلينا يا عم نروح ونجرب حد جديد، يعني حد زي كده كابتن حسن شحاته يمكن يطلع الطلعه دي وما ينزلش منها، يفضل بقى منطلق بينا. يعني محمد صلاح يصبح الهداف التاريخي لمنتخب مصر في التصفيات بجونين. الجون الاولاني اصلا اقسم بالله قمه الكوميديا، في حارس المرمى ضايع خالص. والجون التاني كده ورانا كده لمحه من ليفربول، فانا كنت مبسوط بصراحه بيه. بس هو برده كان واضح لمحمد صلاح ان هو في بقيه الماتش، يعني بعد ما كسبنا 2-0 بدا ان هو ايه اللي هو ما تيجي بقى نخاف على رجلينا شويه، اللي هو ايه ما فيش مشكله يعني حقه بصراحه. عجبني برده فكره ان انا اكون رجع تاني. يعني عجبني ان هو صفى الخلافات اللي ما بينه وبين العميد، والحمد لله الموضوع كده ايه اللي هو بدا ينزل ويلعب والدنيا ما بينهم شكلها كويس. او لو ان شاء الله امام عاشور لما يرجع وكمان برده الدنيا تبقى بينهم كويسه، عشان كده عصام عاشور هينفعنا قوي. طبعا كابتن حسام حسن شاف ان اصلا منتخب جيبوتي هو في المركز الثاني اعتقد او الاول في عدد استقبال الاهداف، فقال لك يا عم طب انا العب والمركز الاول برده او الثاني في عدد الاهداف اللي سجلها، لانه مسجل باين بتاع 4 5 حاجه كده، 4 اعتقد او 3. فاللي هو قال لك طب انا العب بمهاجم، احط ليه مدافعين كتير بقى، وانا هنحط رامي ربيعه بس وجنبيه هاني، ومش عارف هاني بيلعب ليه بس يعني هاني موجود، ومش عارف الباك الشمال والله مش فاكر اسمه دلوقتي. ولا خلاص هنخش ندمدم وشهم في اول 10 ده ربع تلت ساعه كده، ونفضل بقى ماسكين الكره بننقلها والدنيا ايه. يعني كان بيعجبني وكان بيهدي الريتم وبيسرع الريتم وقت ما الدماغ تحبك يعني. بس برضه زعلان على كوندا انه ما حطش جون الصراحه، لان كنت اتمنى انه يحط جون جدا، رغم ان هي يعني عارف المدافعين بتوع جيبوتي كلهم هم ملط مفيش خالص، وهو الحارس المرمى يجوا عند مصطفى محمد بقى ويشيلوا كور اعجازيه. يعني سبحان الله كانت منحاسه معاك، والعرض طبعا وبتاع. بس الحمد لله انا فرحان ان احنا طبعا تاهلنا كاس العالم. بس ده مش مبرر، مش مبرر بقى لايه للسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما حدش يجيب سيرتي وسيره عيالي. العيال خايفين مش عارف ينزلوا المدرس، انا مش حرامي. يا عم صلاح ما فيش مشكله خلاص بقى، سيبنا احنا نعمل شويه فلوس والكلام اللي سمعناه في 2018 والايه انتوا فاهمين يعني. واتأهلنا من كاس العالم من غير لا حزق ولا حسبة بورما بقى. ومنتخب مصر فاضل له لو كسب الماتش ده 7، ولو الفريق التاني اللي هو بيلعبه بوركينا فاسو خسر 8 ممكن ساعتها نتأهل، وممكن ساعتها كروت الصفر تفرق. احنا اتأهلنا من غير مشاكل ومن غير حوارات الحمد لله. افرح بقى، افرح وهيص. وقف ورا منتخبك يا ابني، انت اهو وقف ورا منتخبك. يمكن ان شاء الله نعمل حاجه المره دي، الله اعلم. يعني انت عارف برضو العلم عند الله يعني. بس انت برضو ايه حته برضو ان السوشيال ميديا برضو عندها شويه مشاكل كده، زي مثلا ايه بعيدا عن السوشيال ميديا خلينا نتكلم الاول على قنوات الكوره. يعني انت عندك اون سبورت قعدت قسما بالله، انا قعدت على القهوه ساعتها، يعني قعدت بعد الماتش من الساعه 9 لحد الماتش خلص يعني لحد الساعه 12 بالليل، قبل بقى يعني قبل ما اروح على طول فضل نفس القنوات بيجيبوا لعيبه. اللعبه ما غيرتش، اللعبه مع بناتنتها زي ما هي. عملوا 3 برامج وهم قاعدين كلهم بيتكلموا عن منتخب مصر فرحانين. ما اعرفش اصلا هو كانوا قافلين الصوت، انا ما كنتش عارف حتى بيتكلموا في ايه. يعني الماتش كان سهل، الماتش كان سلس، الماتش كان تافه. طب احنا كنا بنرغي في ايه بقى؟ واتمنى بقى طبعا ان هم الناس اللي قدام حبايبنا اللي كانوا مفرحينا في المنتخبات زمان، اتمنى ما يبطلوا بقى الحركات بتاعتهم، العميد الاساسي والعميد الرئيسي والعميد الاصلي والكلام اللي احنا عارفينه ده برده. اتمنى كلنا نبقى واقفين جوه المنتخب وخلينا ايه سالكين لبعضينا يعني. ها خد بالك يعني من الاخر، انا نفسي منتخب مصر كلنا نبقى في ظهره ومحدش يتكلم عليه وحش. ونطلع ننتقد مفيش مشكله يعني، بس ما حدش يتكلم منه لنفسه يعني. واتمنى ان احنا نبطل بقى الوصول مشرف، عايزين بقى نوصل نعمل حاجه. يعني نحاول نتاهل، يعني لو حاولنا والله يمكن نعرف، ولو عرفنا يعني طب ما دي حلوه، احنا مش هنقل المغرب في حاجه يعني. ماشي يا رب يعني.